بيبدأ الفيلم في أرض الكوماندرا لما البشر كانوا عايشين مع التنانين في سلام، وكانوا بيجيبوا لهم المية والمطر لحد ما ظهرت الدرون. ودي كائنات بتحول الناس لحجارة وبتدمر الأرض، لكن التنانين حاربوهم بكل قوة. والتنينة سيسو قضت عليهم بالجوهرة السحرية اللي من قوتها ورجعت البشر تاني ما عدا التنانين، وده خلى البشر تتخانق على الجوهرة. وبسبب كده كوماندرا اتقسمت، وبعد 500 سنة بنروح لرايا، واللي بتكون بتتسلل لمكان سري مع الحيوان الأليف بتاعها تكتك، وبيساعدها تعدي من الأفخاخ لحد ما بتوصل لبوابة وبتفتحها، وبيكون وراها الجوهرة السحرية. لكن حارس الجوهرة بيمنعها وهي بتحاربه، والحارس ده بيكون أبوها واللي اسمه القائد بنجا. وبيكون ده اختبار لرايا، وأبوها بيعرفها إن عيلتهم من زمان وهم بيحرسوا الجوهرة، وجه الوقت إن رايا تبقى من الحراس. وبعد كده القائد بنجا بيقول لرايا إن الأراضي التانية في الطريق ليهم، فرايا بتقوله إنها مستعدة وهتقدر تتغلب عليهم. فبيسألها أنت تعرفي إيه عن الأراضي التانية؟ فبتقوله أول منطقة واللي هي الديل، واللي بتكون صحراء مليانة حرامية من غير أي شرف. وتاني منطقة المخلة، واللي بيكون سوق مليان محاربين أقوياء. وتالت منطقة الظهر، ودي غابة متجمدة وسكانها محاربين عمالقة. ورابع منطقة ودي ألد أعدائهم الناب، وبيكونوا جماعة متعصبين جدا وبيكرهوا أي حد مش منهم. والقائد بنجا بيكون في منطقة القلب، ورايا بتقترح عليه إزاي يوقفهم، لكن القائد بنجا بيقول لها إنه عازمهم على الأكل ومش هيحاربهم، وإنه عايز يوحد ويرجع كوماندرا من تاني. ولما بيوصل زعماء المناطق التانية القائد بنجا بيخطب فيهم وبيقول لهم إنه عايز يرجع كوماندرا من تاني، لكنهم ما بيعجبهمش الكلام بسبب إن جوهرة سيسو معاه هنا في القلب. وبيفضلوا يزعقوا لحد ما رايا بتتقدم وبكل لطافة بتقول لهم فيكوا حد جعان، وبتروح بنت زعيمة الناب تتكلم معاها واللي بيكون اسمها نماري. وبيكونوا هما الاتنين بيحبوا التنانين جدا وبيتعرفوا على بعض وبيهزروا لحد ما نماري بتقول لها إن في أسطورة بتقول إن سيسو لسه عايشة، وإنها بعد ما قضت على الدرون نامت في النهر. وما بيكونوش عارفين النهر ده أصل هما أكتر من 100. ونماري بتدي رايا السلسلة بتاعتها اللي على شكل تنين، فرايا بتقرر إنها تاخدها لمكان الجوهرة وتعرفها عليها. لكن نماري مرة واحدة بتضربها وبتوقعها على الأرض، وبتكون عايزة تاخد الجوهرة للناب، ورايا بتتصدى ليها. لكن نماري بتضرب شعلة في السماء، وبسببها محاربين الناب بيعرفوا مكانها. لكن القائد بنجا بيحضر وبيقدر يبعدهم عن الجوهرة، وزعماء المناطق التانية بيعرفوا مكان الجوهرة هم كمان، وكل واحد بيكون عايز ياخدها ليه. لكن القائد بنجا بيكون لسه عنده أمل إنه يوحدهم تاني وبيحاول ينهي القتال، لكن في سهم بيترمي عليه وبيصيب رجله، وكلهم بيتخانقوا على الجوهرة لحد ما بتتكسر. وبسبب كده الدروم بترجع تاني، والقائد بنجا بيتصدى ليهم بالجوهرة، وكل منطقة بتاخد جزء منها. وبيعرفوا كمان إن الدروم بتخاف من المية، وبسبب إصابة القائد بنجا ما بيقدرش يهرب، فبيدي رايا الجوهرة وبيرميها في النهر عشان يحميها، وبيتحول هو لحجارة. وبعد مرور 6 سنين بنلاقي رايا في منطقة الديل، واللي بتبقى عبارة عن صحراء، والناس اللي فيها اتحولوا لحجر، وبيكون الحيوان بتاعها كبر وبتستخدمه في التنقل. لكن في واحد من كائنات الدرون بيهجم عليها وهي بتتصدى له بالجوهرة اللي معاها. وبعد كده رايا بتروح لنهر، وبتكون طول المدة اللي فاتت بتدور في الأنهار على سيسو، وبيكون ده آخر نهر. ورايا بتبدأ تستدعي سيسو وبتقول لها مش فاضل مننا كتير، واحنا محتاجين مساعدتك، وانا بالاخص محتاجة مساعدتك، انا بس عايزة بابايا يرجع لي. وفجأة قطرات المياه بتتجمع مع بعض، وبتظهر التنينة سيسو، وما بتكونش عارفة إنها كانت نايمة 500 سنة. ولما بتعرف اللي حصل للجوهرة وإن الدرون رجعوا تاني بتغضب جدا، لكن لما بتلمس الجوهرة اللي مع رايا بتنور، وده بيكون سحر واحد من إخواتها. ورايا بتعرف من كده إنها لو جمعت باقي أجزاء الجوهرة ممكن بمساعدة سيسو ترجع العالم تاني زي الأول. لكن بعد كده بنلاقي نماري بتتتبع أثر رايا، بس لما بتوصل للنهر بتكون رايا خدت سيسو وراحوا يجيبوا الجوهرة من زعيم الديل، وبيكون المكان مليان فخاخ خطيرة لكنهم بيعدوا منها، وبتقدر رايا تاخد الجوهرة. ولما سيسو بتمسكها بتتحول لبشرية، لكن النماري بتكون وصلت لهم وبتكون عايزة تقبض عليهم، لكن رايا بتلبسهم في الأفخاخ وبتقدر تهرب منهم لحد ما بتوصل لسفينة واللي بتكون مطعم وبيكون شغال فيها ولد صغير.
ولما رايا بتسأل على الكابتن بيعرفها إن هو الكابتن ومفيش حد معاه وبيكون اسمه بون، ورايا بتطلب منه يوديهم المخلب وبتديله فلوس كتير، بس السفينة بتكون بتتحرك ببطء، فسيسو بتستخدم مهارتها في السباحة وبيقدروا يهربوا من نماري. وبعد كده رايا بتكون بتحاول تخبي سيسو عشان محدش يعرف إنها تنين، فبتتحول إنسانة تاني. لكن بعد كده لما الليل بيجي بيكون الدرون في كل حتة، فالكابتن بوم بيسأل الدرون إيه أصلا، فسيسو بتقوله إن هو وباء ظهر فجأة من خلافات البشر، وإنهم كائنات مضادة للتنانين، بدل ما تجيب مية وحياة بتدمر كل شيء، وما بيفضلش غير الحجارة والرماد. وبعد كده بيكونوا وصلوا للمخلب، لكن رايا بتطلب من سيسو إنها ما تجيش معاها عشان خايفة عليها. لكن لما رايا بتكون ماشية في شوارع المدينة بتقابل طفلة صغيرة من غير أهل، ولما بتروح تشوفها في مجموعة قرود بيسرقوا الجواهر، وبتكون الطفلة معاهم في العصابة، لكن رايا بتجري وراهم في كل مكان لحد ما بتوقفهم وبتاخد منهم الجواهر، لكن بتسألهم إذا كانوا يقدروا يساعدوها بشكل صح. وفي نفس الوقت سيسو بتكون عايزة تقدم هدية لزعيم الناب بس ما بيكونش معاها فلوس، فالكابتن بوم بيقول لها إنها تقدر تاخد الحاجة على الحساب، وده زي وعد إنها هتجيب لهم حق الحاجة. وسيسو بتشتري حاجات كتير لكن التجار ما بيكونوش عارفينها، فبيقولوا لها تدفع الحساب دلوقتي، لحد ما في ست عجوزة بتيجي وبتاخدها منهم. ورايا بتكون وصلت للزعيم لكن بتلاقيه متحول لحجارة ومش معاه الجوهرة، والست اللي خدت سيسو بتوديها لمكان بعيد على أساس إنها هتوديها للزعيم، لكن هي بتخرجها بره المدينة للدرون، وبتكون هي اللي معاها الجوهرة، وبتقول لها إنها هتسيبها للدرون لو ما قالتش فين باقي جواهر التنين. لكن مرة واحدة رايا بتيجي بتاخد منها الجوهرة وسيسو، ولما بتمسكها بيطلع منها ضباب كتير، وبيوصلوا للمركب تاني وبتيجي معاهم الطفلة الصغيرة. وسيسو بتكون مصدومة جدا إن الست العجوزة كانت عايزة تأذيها، فرايا بتعرفها إنه لازم ما تثقش في حد عشان ده ممكن يكلفها حياتها. وبنروح بعد كده الناب، وهناك نماري بتطلب من والدتها زعيمة الناب إنها محتاجة جيش عشان تقبض على رايا لأنها بتجمع أجزاء الجوهرة. الزعيمة بتقول لها إنهم أقوى منطقة، وإنهم بقوا كده بقراراتهم الذكية مش العاطفية، والقناة بتاعتهم بتحميهم من الدرون. فنماري بتقول لها إنهم محتاجين يتوسعوا وإن أراضيهم بتخلص ومش هيقدروا يعملوا كده إلا بالجواهر. فالزعيمة بتقتنع وبتجهز لها الجيش الملكي. وبنروح بعد كده لرايا وهي قاعدة مع سيسو واللي بتكون حزينة من إن البشر بقوا وحشين وبيكذبوا طول الوقت، ورايا بتعرفها تاني إن العالم اتدمر فلازم ما تثقش في حد. وبترد عليها سيسو إنه يمكن اتدمر عشان ما بيثقوش في بعض، ورايا بتكون شايفة إنها بتتكلم زي باباها، وإنها كانت نفسها تصدق إن حلمه ممكن يتحقق وترجع كوماندرا من تاني، لكن أهم حاجة عندها دلوقتي إنها ترجع باباها. وبيكونوا وصلوا منطقة الظهر، وسيسو مرة واحدة بتاخد طبق أكل وبتجري، ورايا بتجري وراها، وبتكون سيسو واخدة أكل لزعيم الظهر على أساس إنه هدية، وبتقول لرايا إن عشان حد يثق فيكي لازم تثقي فيه الأول. لكن أول ما بتفتح الباب بيقع هما الاتنين في فخ، وبعد كده بيلاقوا نفسهم في أوضة غريبة، وبيدخل عليهم مرة واحدة زعيم الظهر، واللي بيكون عارف إنهم جايين عشان ياخدوا الجوهرة من الظهر لما بيشوف الجواهر اللي معاهم، وبيفضل يقول لهم كلام كتير عشان يخوفهم بيه. لكن لما رايا بتسأله هتعمل ايه فينا بالظبط بيكون واضح إنه معندوش أي خطة وبيتوتر جدا، لكن باقي الفريق بيهجموا عليه وبيربطوه، وفي نفس الوقت بيكون جيش الناب وصل. ولما رايا بتبص على المنطقة بتلاقي إن كل عشيرة الظهر اتحولوا لحجارة ما عدا الزعيم، فبتقرر رايا إنها تدي الجواهر لسيسو وهم يهربوا على ما تشغل انتباه الجيش، لأنهم جايين عشانها هي مش هم. ورايا بتطلب من الزعيم واللي بيكون اسمه تونج من إنه يساعدهم وبيوافق، وبتروح رايا تقابل مماري واللي بتكون عايزاها هي وحتت الجوهرة ييجوا معاها، وبيكون باقي الجيش وراها. فرايا بتقول لها إنها ملهاش لازمة من غير الجيش، وده عشان تواجهها هي لوحدها. وبالفعل بيبدأوا المواجهة، لكن رايا كان أهم حاجة عندها إنها تطمن إن اللي معاها هربوا، وبتكون نماري خصم قوي ليها وبتوقعها أكتر من مرة على الأرض، وبتشوفها سيسو وده بيخليها تهجم على الجيش بالضباب وبتهزمهم، وبتكون نماري والباقي مش مصدقين اللي هم شايفينه، ورايا بتاخدهم وبيهربوا. وهم على المركب بيكونوا غضبانين من رايا عشان ما قالتش إن هي سيسو التنينة،
وبتعرفهم سيسو إن هي ورايا هيصلحوا العالم ويرجعوه زي الأول، وكابتن بون بيطلب منها إنه ينضم لهم لكن رايا بترفض. بس الطفلة والقرود بيكونوا عايزين يشاركوا هما كمان، حتى زعيم الظهر بيديلهم الجوهرة اللي معاه عشان يشارك معاهم. ولما سيسو بتمسك الجوهرة الدنيا بتمطر، وده بيكون سحر أخوها الكبير، وبينطلقوا على الناب. وهم على المركب بيفكروا ازاي ياخدوا الجوهرة، فبوم بيقول رأيه وإنهم يهجموا على الحراس ويضربوهم والطفلة تاخد الجواهر. وسيسو بتقول بدل ما تضربوهم ادوهم هدية وهم أكيد هيحبوا كده. لكن رايا بتوافق على خطة كابتن بون عشان الناب هم أخطر عشيرة وبسببهم العالم اتدمر. لكن سيسو بتاخد رايا وبتطير بيها للقلب عشان تعرفها الحكاية اللي من 500 سنة، وهي إن التنانين كلها اتحولت حجارة، وأخوها الكبير رفض إن الدرون هي اللي تكسب، وجمع هو وإخواته التنانين سحرهم وعملوا جوهرة التنين، وخلوا سيسو هي اللي يكون معاها الجوهرة. وما بتكونش عارفة هم اختاروها ليه، لكن اللي هي عارفاه إنهم وثقوا فيها وهي وثقت فيهم، وبكده قدرت تهزم الدرون. وبتقول ده اللي ممكن نعمله مع نماري، وبتكون رايا مش قادرة تثق في نماري بعد اللي عملته. وسيسو بتقول لها إنها كده مش بس هترجع أبوها، كمان هترجع كوماندرا. وبتروح عند تمثال أبوها وبتقول لسيسو إنها زي أبوها وإنها دايما متفائلة، وبتقتنع إنها تروح تكلم نماري وتنفذ خطة سيسو، وده بيفرحها جدا. وبتفكر هتدي هدية إيه لنماري، ورايا بتطلع التنين اللي ادتهولها وهم صغيرين. ونماري بتكون بتكلم الزعيمة عن إنها شافت التنين سيسو وإنها هتصلح كل اللي دمروه. لكن الزعيمة ما بتكونش عايزة كده عشان لما يرجعوا تاني مش هيسامحوهم على اللي حصل، وإن لو التنينة معاهم وباقي أجزاء الجوهرة أكيد هيسامحوهم. والأهم إن شعب الناب هيبقى في أمان. وبتعرف نماري إن مهمتها كده انتهت، واللي بيكون باين عليها الحزن. وعلى الناحية التانية رايا بتبدأ تنفذ الخطة وبتكون متوترة جدا، والطفلة والقرود بيقدروا إنهم يستخبوا وبيعدوا من الحراس بكل سهولة لحد ما بيوصلوا لأوضة نماري وبيرموا لها التنين ومعاه رسالة. ولما بيكونوا قاعدين ياكلوا وكل واحد وحش عيلته اللي بيحبها، في إشارة بتتضرب في السماء، وده معناه إن نماري وافقت تقابلهم. وبتطلب من سيسو إنها تستخبى لحد ما تتأكد إن نماري في صفهم وتاخد منها الجوهرة. وبتروح رايا تقابلها ونماري بتديها آخر حتة من الجوهرة، وبسبب كده سيسو بتظهر. لكن نماري بتخون رايا تاني وبتكون عايزة سيسو وباقي حتت الجوهرة يجوا معاها، وسيسو بتكون رافضة إن نماري تهاجمها، وبتقول لنماري أنا عارفة إنك مش عايزة تأذي حد وإنك عايزة دنيا أحسن. وبتكون على وشك إنها تضرب السهم، لكن رايا بتحاول تصدها فالسهم بيجي في سيسو وبتقع في النهر، وبسبب كده المية بتختفي، وبكده مفيش حاجة هتقدر توقف الدرون. ورايا بتكون رايحة تواجه نماري والغضب باين عليها، ونماري نفس الشيء عشان أمها بتكون اتحولت لحجارة. وبيفضلوا يتقاتلوا في وسط ما الناس بتهرب والمكان بيتدمر، لكن باقي الفريق بيحاول إنه يساعد الناس ويحميهم من الدرون. ورايا بتكون متفوقة على نماري وبتوقعها على الأرض، فنماري بتقول لها إنه ما كانش قصدها وإنها صدقت سيسو، لكن إنتي ما صدقتهاش عشان كده إنت كمان السبب في موتها. ورايا لما بتسمع كده غضبها بيقل وبتروح تساعد باقي الفريق. ولما الدرون بيكتر نماري بتنضم ليهم، لكن المبنى بيتدمر وسعر الجوهرة بيقل والدرون ما بقتش تتأثر منه. بس رايا بتفتكر كلام سيسو عن الثقة وبتشجع فريقها إنهم يثقوا في بعض ويجمعوا الجوهرة يمكن تشتغل، لكنهم ما بيكونوش واثقين في نماري بعد اللي عملته. فرايا بتاخد الخطوة الأولى وبتدي نماري الجزء اللي معاها وبتتحول لحجارة، وبعدها الباقي واحد واحد بيدوها الجواهر اللي معاهم وبيقفوا جنب رايا. ونماري بتجمع الجوهرة مع بعضها وبتقف جنبهم، والجوهرة سحرها بيطفي والدرون بيكون دمر كل حاجة. لكن مرة واحدة في قوة بتطلع منها بتمشي في كل كوماندرا وبتقضي على الدرون، وبعد كده الدنيا بتمطر والمية هي اللي بترجع البشر، وبيرجعوا واحد ورا التاني وبيكونوا فرحانين جدا. ولما بيطلعوا بيلاقي إنه التنانين رجعت هي كمان، وبيروحوا يتجمعوا عند مكان معين في النهر واللي بتطلع منه سيسو. وبتروح لرايا وكمان بتكون سامحة نماري وكل واحد بيرجع لعيلته. تونج وكابتن بون والطفلة بتلاقي مامتها هي كمان، ورايا بترجع للقلب تاني. ولما بتقابل أبوها بتحضنه بفرحة كبيرة، لكن هي ما بتكونش راجعة لوحدها وبتكون جايبة معاها باقي العشاير. وبتكون أخيرا حققت حلم القائد بنجا ورجعت الكوماندرا من تاني. وبكده بيكون انتهى الفيلم. لو عجبك ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وتشير الفيديو في كل مكان.
سلام.